اهلا بيكم حلقه جديده من حلقات يوث اون فاير بودكاست. النهارده الحلقه دي انا متحمسه لها جدا من قبل ما نبتدي بصراحه، لانه زي ما قلنا لكم البودكاست ده من الطلبه للطلبه. فالنهارده الحلقه طلابيه من A to Z. من اجمل الحلقات الحلقه اللي بيبقى الجست فيها طالب. فاحنا النهارده معانا محمد بسيوني، طالب في كليه الاعمال جامعه اسكندريه سنه رابعه. محمد ازيك؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ عامل ايه؟ منورنا. منور بنورك يا دكتور دايما. وتاني بقى سبب اللي هيخليني متحمسة جدا للحلقة دي انه الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده انتوا اللي طلبتوا مننا ان احنا نتكلم فيه. فزي ما قلنا لكم خالص في البرومو بتاع البودكاست انه انتوا معدين البودكاست ده، فانتوا اللي قلتوا احنا عايزين نتكلم عن الفاينانس، عايزين نتكلم عن CFA، وبعتوا لنا كل الاسئله. فالنهارده بتمثلكم امينه طالبه معانا في سنه ثالثه. امينه ازيك؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ عامله ايه؟ الحمد لله. امينه ممكن تعرفينا بنفسك سريعا كده؟ انا امينه محمد، ثالثه بزنس، كليه الاعمال. تمام. وعايزه ان شاء الله السنه الجايه تاخدي تراك فاينانس. فعشان كده امينه يعني من احسن حد يقدر بقى يمثل كل الطلبه اللي عايزين يخشوا تراك فاينانس. منتظرينكم كلكم ان شاء الله. منتظرينكم كلكم في التراك عشان دكتور سيد يعني ايه يبقى مبسوط مننا. اول داعم لينا. بالظبط. محمد، في الاول كده عرفنا عن نفسك شويه، لان مين محمد بسيوني؟ اوكي، انا اسمي الكامل محمد رضا بسيوني، سينيور فاينانس بزنس سكول كليه الاعمال جامعه اسكندريه. تمام. حاليا شغال فريلانس فاينانشال اناليست. قبل كده كنت شغال 3 سنين استراتيجيك ماركتينج برضو فريلانس. اشتغلت مع كذا انتيتي الحقيقه، سواء جوه اسكندريه او في القاهره او في بقيه المحافظات. برضو اشتغلت على فكره ابرود، بس طبعا كان كل الحاجات دي اونلاين. قصه محمد بسيوني بدات من فتره بعيده شويه، يمكن بعد ثانوية عامة. أنا كنت حد مجتهد جدا وبحاول إن أنا كالعادة أرضي أهلي، وإن أنا بقى عندي حلم وعندي حاجة وبتاع. بس أنا دايما كنت مختلف في حتة، أنا شايف إن الحاجة اللي أنا هفيد فيها كويس تمام أنا هروح ليها بعيدا عن المجموع، بعيدا عن أي حاجة. كل الظروف اللي حصلت ثانوية عامة أنا قدمت أنا عشان أرضي نفسي أنا قدمت تقريبا على 5 جامعات. قدمت ب5 تخصصات مختلفة في البداية. كلهم كانوا بالنسبة لي مناسبين. يمكن الحمد لله ربنا كان مديني الفرصة ان انا يعني عندي فرايتي، فانا اقدر ان انا اقدم على كل حاجة. اهلي كانوا داعميني الحقيقة في الموضوع ده. بعد كده حصلت بعض الظروف ورحت يمين ورحت شمال كالعادة، عشان برضو كل حد بيسمع ويلاقي نفسه في اول سنة. انا مش لاقي نفسي، انا تايه. لا الحقيقة انا كنت برغم اجتهادي جدا الا ان كنت انا حاسس ان انا مش موجود. يعني انت ما كنتش عايز تجارة في الاول؟ كانت اياميها تجارة بقى، كنتش عايز تجارة؟ لا بص، انا الحقيقة بص طبعا كل اللي بيسمع دلوقتي غالبا بيقول الجملة دي. ولكن انا مثلا حد انا كنت بحب السياسة جدا والارقام والفلوس والحاجات دي كلها. فهو كان عندك مجالين من ما لهمش تالت، يا تجارة يا اقتصاد وسياسية. صح يا أمينة؟ تمام. ساعتها انت كانت لازم تاخد الاختيار هنا ولا هنا. بس بعد كده وقع الاختيار على كلية تجارة. يمكن كمان لما دكتور سيد بدأ يعلن على السيستم الجديد وكل الأمور بالظبط والدراسة هتختلف وكده، الحقيقة احنا رحنا في حتة تانية خالص. أنا ساعتها اقتنعت بكل الأمور دي. يمكن كمان أنا كنت أول سنة مش موجود في اسكندرية، موجود من أول سنة تانية. فبالمناسبة أنا دارس 4 سنين في 3 سنين بس. يمكن ده ضغطني بشكل كبير جدا. دارس 4 سنين في 3 سنين تقريبا يعني. أنا جيت آخر الترم الأول، يعني من شهر 12 أو شهر 1 2020 تقريبا. وهو أنا في شهر 4 بالظبط. لا قبليها كورونا. أنا جيت اسكندرية شهر 12 2020 اللي بعد كورونا، اللي هو الترم الأول في الدراسة. تمام. أنا زي ما قلت بدأت الدراسة شهر 12 2020. اعتبر الامتحانات كان في شهر 1 2021 صح تقريبا. كنا احنا كده في سنة تانية صح ولا العكس؟ كنا في سنة تانية 2021 كنا في سنة تانية. النهاردة شهر 4 صح، شهر 4 2023. فضل 3 شهور وإن شاء الله أكون اتخرجت بإذن الله. فبالنسبة للناس اللي بتسمع وبتقول الضغوطات وكل الحاجات دي، أنا معاك وأنا كنت هناك وجيت لك هنا النهاردة. أكمل كلام عن نفسي. أنا يمكن من أول سنة بدأت إن أنا أركز على نفسي بشكل كويس جدا، برضو عشان إحنا نركز على الopportunities لما تكون متاحة لينا. فترة كورونا كنا احنا لسه ما نعرفش بقى لا على اي سايتس بتساعد الطلبة وكده، يوداسيتي بلا بلا بلا، كل السايتس دي ما حدش فينا كان يعرف اي حاجة. بدأنا نسمع ده، بدأنا نشوف الجروبس اللي بتتعمل على التليجرام وكده. بالمناسبة يا جماعة، تليجرام
مصدر كويس جدا للنولج بالنسبة لك، تقدر تتعلم عليه حاجات كتيرة جدا. عارف انك ممكن تسمع الكلام ده في اوقات كتيرة، بس بجد بجد هيقدر يعني يكمل لك الصورة ليك لنفسك لو انت بتحاول انك تخش في مجال معين. ازاي يا محمد؟ معلش يعني قطعك في الحتة دي. ازاي ساعتها انا شخصيا ما اعرفش التليجرام ازاي يبقى سورس اوف انفورميشن ونولج. اوكي بص، التليجرام تقريبا بيوفر لك حاجات كتيره جدا ما بيوفرهاش بقيه الحاجات. اول حاجه ان في كورس كتير جدا موجود على التليجرام. طب ايه الفرق بينها وبين اي مكان تاني؟ انت تقريبا اي سورس ممكن يكون بيد، يعني بفلوس كتير على اي سايت هتلاقيه موجود في جروبس كتيره موجوده على التليجرام. الماتيريال بالكامل من الفيديوز للفايلز لكل الحاجات دي بتتشرح بكل اللغات، بتتشرح بحاجات كتيره جدا. في كميه نوليدج غير طبيعيه. طبعا هو بيسهل لك كمان نقل الحاجات دي، فانتوا لو جروب وعايزين تدرسوا مع بعض انتوا تقدر تشير الحاجه دي بسهوله جدا. مش محتاج تحمل حاجه، مش محتاج كل بلا 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 الحاجات اللي ممكن صعبه بالنسبه لك. انا عايز فلاشه مش عارف كام، انا عايز كذا، انا عايز انقل، انا عايز ده لبي اقل لبي اعلى. لا، المواضيع دي كلها التليجرام ملوش دعوه بيها. بيفتح في اي مكان، بيفتح في اي حته، تمام، في اي وقت. فكل الامور دي لا، التليجرام بيسهلها لك بشكل كبير جدا. اول مره اعرف الموضوع. يعني انا بالنسبه لي التليجرام زي الواتساب. لا خالص. يعني بالعكس ده كمان يعني هو بيساعد لك. ده في تولز كتيره جدا. يعني مثلا افتراضا عندك فيديو على اليوتيوب وعايز حاجه تبقى يعني عايز تنزله، بدل بقى ما تخش في الابلكيشنز اللي هي فيها اعلانات وبلا بلا بلا ومش عارف ايه، هتلاقي بوت على التليجرام عادي جدا تديله اللينك في ثانيه الا ثانيه الفيديو نزل على موبايلك. يعني ده كمان ده في امور كتير سهله. يمكن برضو في شباب، بالمناسبة أنا عايز أبريز الحاجة دي، في شباب عندنا في الدفعة الحقيقة خلال السنة اللي فاتت واللي قبليها ساعدونا بشكل كبير إن هم يوفروا الماتيريال بتاعة الدكاترة سواء الكورسز أو الكلية أو بلا 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 على بوتس على التليجرام. دي ساعدت الطلبة بشكل كبير جدا. انت مجرد ما تطلب الحاجة بتجيلك بفيديوهاتها بالماتيريال بتاعتها. فلا يعني يقدر يتوظف في حاجات كتيرة جدا. وبأبريز الحاجة دي تاني مرة تانية للشباب، هم هيسمعوها ويعرفوا هم مين بالظبط. فشكرا ليكم جدا على مساعدتكم لينا خلال السنة اللي فاتت. ارجع اكمل كلامي. الاوبورتيونيتي انت لازم تستخدم الاوبورتيونيتي باحسن طريقة ممكنة. انا استخدمت الاوبورتيونيتي دي ساعتها. يمكن ساعتها برضو في البداية هتبدأ انك انت تكون تايه، ما انتش عارف تروح فين بالظبط. بس لا، بدأت اركز على الكورسز اللي انا ممكن احبها والكورسز اللي انا ممكن اتعلم منها بشكل كويس جدا. بدأت تتعلم الكوميتمنت اللي هو انك انت لا، انا لازم اقعد اخلص الفيديوز دي، اخلص الحاجات دي عشان النهارده انت لو هتشوف في opportunities كتير حواليك. اصلا في بروجرامز على مستوى العالم بقت موجوده، ولكن طبعا هتحتاج منك كمية نوليدج غير طبيعيه. هتحتاج انك تقعد تتفرج على فيديوز، تقعد تذاكر، كل الامور دي هتتعلمها في البدايه، واحده واحده انت هتكون ادفانسد فيها بشكل كبير جدا. انا عملت ده. موضوع الفاينانس يمكن ما كنتش لاقي نفسي ساعتها، بس انا بدات اتعلم كل حاجه اللي هي الفاينانشال شيتس، ازاي تستخدم الفاينانشال شيتس، ازاي تعمل لها تحليل زي في البدايه خالص. وانت في ثانيه مثلا ثالثه كنت لسه مش في دماغك؟ يعني امتى بدا يتبلور في دماغك انه انا خلاص عايزه اخش تراك فاينانس؟ لا الحقيقه في سنه ثالثه، عشان ما كنتش برضو، بس يمكن ده بسبب الظروف. بس انا كانت نوليدج لا كانت موجوده. يعني الابلاي نوليدج بالظبط. يعني انا كمان عملت ابلاي ان انا لا، انا بدات اشتغل الحاجه دي وشغلها، بل بالعكس كمان انا كنت بعملها بس ما كنتش واخد بالي ان انا كويس قوي في الحاجه دي. تمام. يمكن عشان كده كمان لما اتاحت لينا الفرصه الفتره اللي فاتت كان في مكان اسمه ALX. ده مكان تبع يعني بشكل عام على مستوى افريقيا بيساند الشباب ان هم يكونوا في مكان احسن. كان منزل منحة، طبعا معظم الشباب عارفينها، في ناس كتير قدموا فيها، اللي هي FMVA واللي هي تكملة اللي هي البيدا. اوكي. دلوقتي هم مقدمين داتا اناليست. وبالمناسبة الشباب، الداتا اناليست عندنا غير الداتا ساينس بشكل كبير جدا. الداتا ساينس هي حاجة جنرال، يمكن الشباب بتوع حاسبات يعرفوا الموضوع ده لأنهم عندهم التخصص ده. لكن الداتا اناليست انت خلاص انت بقيت عارف انت هتخش في أي مجال، انت ليك سبيسيفايد بليس، انت هنا انا هركز في الشغل ده، هعرف اشتغل عليه كويس جدا. وده هو ده اختصاصنا. واللي عايز اقوله كمان ان الفاينانس ذات نفسها زي اي مجال في الدنيا، في بيزكس وبعد كده في ليفل 1 و 2 و 3. انت هتفضل طول حياتك تلاقي نفسك بتطلع ستيب لقدام. هو انا معلش يا محمد ليه بس سالتك السؤال ده؟ لانه بيجوا كتير شباب في سنه ثالثه اول ترم بيبقوش عارفين طب احنا نخش تراك ماركتينج ولا HR ولا فاينانس. اللخبطه دي انت بتقول انا هتلاقي نفسك في الاول تايه.
انا عايزه ارجع للحته دي. انت فضلت تايه لغايه امتى؟ لما انت بتقول انا كنت شغال ماركتينج. اوكي، هرجع اتكلم ماشي، هقتبس جملة خليفة لما كان في البودكاست واتكلم قد ايه على اهمية السيفل وورك، وقد ايه هو فعلا بينمي دماغك وتفكيرك في جزء ريادة الاعمال. بالظبط. ريادة الاعمال هنا مش شرط انك انت تكون رائد اعمال عندك فكرة وعايز تنفذها، لا ده بالعكس، ده الاندستري بالكامل، انك تشتغل بشكل عام وتفهم وتكمل صورة كاملة في جوه دماغك، يعني تكريت صورة كاملة. اوكي، من هنا انا بدأت افكر كويس جدا. يمكن انا ما كملتش تعريف عن نفسي. عايز اكمل ان بكل بساطة انا اشتغلت على ده في سنة اولى. لما جيت اسكندرية حصل لي لخبطة زي اي بني ادم، بس بدأت ان انا امشي خطوات ثابتة. اول حاجة انا الحمد لله كنت بي تو سي ماركتنج تيم ليدر في ايزك الكسندريا هنا. طبعا اللي مش عارف ايزك فهي مكان للتبادل الطلابي اوكي على مستوى العالم. فدي كانت opportunity بالنسبة لي كويسة جدا. اتعاملت مع culture معينة وبيئة قدرت ان هي تخليني اعرف افكر كويس وافكر صح، يمكن بيئة مختلفة تماما. وهنا برضو انا بحب ان انا اقول للناس ان هي تجوين اي entity المفروض على الاقل الكالتشر بتاعتها حاجة internationally، وفي نفس الوقت ليه internationally؟ لان هو بكل بساطة بيعلمك ازاي تفكر صح وتحترم البني آدم، وازاي تتعامل ساعة وقت الضغط، وازاي لو في مشاكل تتعامل معاها، والناس ذات نفسها ازاي الثواب والعقاب، كل الأمور اللي انت عايز تتعلمها في حياتك وعايز تعملها مع حد تاني، عشان في يوم من الأيام لما تكون تيم ليدر هتتعلمها بشكل كبير. برضو I joined YLY ده بروجرام تبع وزارة الشباب والرياضة. اوكي، حبيت برضو ان انا اخد الاكسبيرينس دي بالرغم ان هي كانت بعيدة شوية عن الحاجة. يعني انا يعني مثلا بالظبط، يعني انت بعد ما تبقى في ايزك هتروح YLY، لا بس انا كنت عايز اشوف لا والله الجراوند دي عامله زي المكان ده ايه، الناس اللي هنا التفكير، التصرفات. فتلاقي برضو لانك انت برضو عندك دور مجتمعي لازم تقوم بيه ناحيه الدوله، انك تكون موجود في المكان ده. كل مكان انت بتخشه بيساعدك بشكل كبير جدا. تمام، بخلاف انك لازم دايما بتطور من نفسك. انا برضو خدت تريننج تقريبا 6 شهور، يعني انا بعد سنه اولى خدت تريننج 6 شهور في مرسيدس بنز. اوكي، كان سيلز ادمنستريشن. بعد كده يعني بعد ما خلصت تريننج على طول دخلت في برنامج تك ده تبع وزاره الاتصالات. اوكي، ده انتوا بتشتغلوا فيه مع بعض على انك انت تعمل مشروع اوكي يساعد البلد او يساعد المجتمع بشكل عام، او انك انت تساعد اللي هي المبادئ بتاعت الامم المتحده بشكل عام. قدمنا البروجكت ساعتها سواء بالحاجات الحلوه اللي فيه والحاجات اللي وحشه اللي فيه، احنا قدرنا نثبت نفسنا. تمام، ولكن كالعاده انت لازم بتتعلم ما فيش مشاكل، بس انا اللي اقصده انك بتفضل تكمل. يمكن اول ما دخلت تانية وقبل ما يجي على طول اخدت MOS ده مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست. ده انك انت تكون ملم بشكل كامل وتقدر تدرس كمان اي حاجه لها علاقه بمايكروسوفت من ناحيه الابلكيشنز بتاعتها كلها. اوكي، فده لانه دايما كنا نقعد نسمع انا عايز اخد ICDL يا جماعه، انا مش عارف كورس مش عارف فين تحت السلم ب 250 ب 300. يا جماعه بالمناسبه بلاش المنح اللي بتشوفوها على الفيسبوك، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش منح تبع الجامعه، مفيش اي حاجه، كلها مراكز تحت السلم، مجرد ان هو يعني بيتربح منك. انا مش هغلطه، ولكن هو بيستخدم ميثود مش اخلاقي. ايوه ممكن يعني معلش احنا برضه قاعدين مع الكوين اوف ايثكس دكتور آلاء اكيد يعني. لا دكتور حضرتك احنا الصراحه اتعلمنا من حضرتك حاجات كتير جدا. انا اللي بتعلم منك والله. لا بجد، يعني برضه دكتور سارة عاشور يعني الصراحه حد كويس جدا. طب لا دكتور سارة ده استاذنا كلنا يعني. اكيد طبعا. اكمل كلامي. فمهم ساعتها بدأت بعض الأمور تتضح. أنت خلاص عملت اللي عليك، بدأت تاخد شوية كورسز، بدأت تاخد الإكسبيرينس من خلال السيفل وورك بشكل عام. طبعا في أماكن تانية بس أنا بحاول أمنشن لك الحاجات المهمة. بعد كده بدأنا ندرس FMVA. أوكي، بدأنا ندرس البيتا، بدأنا نتواصل بشكل عام مع ناس على يعني في المجال ذات نفسه. وده برضو أرجع أقول إنك أنت لازم تحضر الإيفنتس اللي بتتعمل بشكل عام سواء جوا اسكندرية أو بري، والمعظم طبعا بيبقى بري.
بس الايفنتس بتاعت الانتربرينير دي حاجه مهمه جدا. انت تقريبا بتتعامل مع الطبقه اللي انك انت نفسك تبقى زيها. الناس اللي انت بتشوفهم في التلفزيون، بتشوفهم على الموبايل 24 ساعه، التوكس اللي انت بتشوفها انت بتبقى قدامك، ما بقتش فيرشوال، لا ده انت بقت قدامك اون سايت، قادر تحس بيهم، قادر تعرف الناس دي فيك ولا لا، الناس دي صح ولا لا. زي ايه يا محمد؟ ايفنتس ايه حضرتها؟ عملت مع ناس زي دول؟ اوكي، انا طبعا اخر حاجه، طبعا انا هبدا باخر حاجه كان تكني. اوكي، تكني سوميت هنا في اسكندريه. طبعا. كان عندك طبعا كارير فير، سوري، ايجيبت كارير فير، ده تبع مكان اسمه كارير 180. طبعا كان عندك حاجه بس ده ليها علاقه بالمجتمع شويه، كان شيكان ده مكان بيهتم ان الومن بشكل عام يكونوا رواد في الاعمال، بيساعدوهم، بيحاولوا يقدموا لهم كل النصايح والخبرات اللي هم ممكن يكونوا محتاجينها. اوكي. لا، في ايفنتس كتيره طبعا، ابرزهم اوكي، طبعا ابرزهم رايز اب. اوكي. عشان برضو يبقى المعظم عارف، انت عندك اكبر 2 انتيتيز في البلد كلها بالنسبه للايفنتس وكده، رايز اب وتكني. يمكن تكني في اسكندريه ويمكن رايز اب في القاهره. طبعا في واي اس ار، دي تبع وزاره الشباب والرياضه، برضو حاجه جديده، بس يمكن الاقدم هما رايز اب وتكني. الايفنتس دي حتى لو انت شفت ان هي اسعارها غاليه شويه، ما بس انت كده هتحاول انك انت تجيب اي خصومات موجوده على التيكتس بتاعتك. بس يعني لا، انت لما تحضر الموضوع هيبقى مختلف تماما. كمان انك انت تحاول انك تجوين الاماكن دي كفولونتير او حاجه، تاخد اكسبيرينس كبيره جدا. انك انت اولا انت مثلا اسكندراني، تبدا تتعامل مع بقيه البيئات التانية، تبدا تفهم الناس، كل حد فيهم زي ما انت بتحاول انك تسعى، في ناس تانية بتسعى، في ناس وصلت، في ناس لسه بتوصل. بالظبط. انك انت تشير النولج دي هتبقى حاجه مهمه جدا، بخلاف بقى انك تشوف الاماكن ذات نفسها، انك بتبدا تكسر حاجز كتيره جوه نفسك. خوف، توتر، الحاجات دي بتبدا تروح شويه، بتخرج من الكومفورت زون بتاعتك. بص، هو انت اشطر حاجه انك انت تخرج وتفضل فيها في نفس الوقت، اللي هو انت بتخرج عشان تفضل في الكومفورت زون بالنسبه لك. لا، ازاي بقى دي؟ حلوه دي فلسفه جديده. اوكي. بص، خلينا متفقين ان محدش اصلا هيحب انه يعمل حاجه من غير ما هو يبقى موجود في الكومفورت زون. بالظبط. كومفورت زون، انا مرتاح وانا كده تمام وكل حاجه، بس في كومفورت زون تانية انك انت تكون عايز، انا هضحي بالحاجه دي عشان اوصل لحاجه اكبر بالنسبه لي. انك تدرس بقى الاوبورتيونيتي كوست، وانك الحاجه دي مكلفاك اكتر ولا اللي هي بنفيت كوست يعني. بالظبط. كوست بنفيت اناليسيس. اوكي. سوري. الكوست بنفيت اناليسيس، لا اوكي، ده ميثود تاني. خلينا بس انا بتكلم في اللي انا قلت دلوقتي، اللي هو موضوع انك انت ازاي تخرج منها وانت موجود فيها. انت النهارده بكل بساطه شديده جدا قاعد على سريرك مشغل المسلسل او الفيلم اللي انت حابب انك تتفرج عليه. اوكي. فجأة حسيت انك انت عايز تاكل، سواء سناكس، اي حاجة، عايز تشرب حاجة. الكوست هنا انك لسه هتقوم تجهز الحاجة دي وتحضرها وتقعد. بس البنفيت هنا هو المتعة اللي انت هتحسها بعدين، كمية الراحة اللي هتبقى اكتر بكتير بعدين. جاست ان انا اجهز الحاجة دي، يبقى انا هعمل ايفورت، هجهز الحاجة دي، بس في نفس الوقت لا، في بنفيت كبيرة جدا. فانت انت في نفس الحاجة، انت كنت في الكومفورت زون، طلعت منها عشان ترجع لحاجة اكبر. اوكي. ده اعتبره في حياتك كلها، في الدراسة، في ترجع لها بإنجاز، يعني ترجع لها بنجاح أكبر يريحك فيها أكتر. أكيد. مفيش حد ما بيتعلمش من الحاجة اللي هو بيمر فيها. بس في الآخر احنا بنحتاج ان احنا لازم نطلع منها، يعني هنرجع لها، بس النجاح ما بيجيش غير فعلا لما لازم نطلع منها. ده جزء التضحية بقى اللي هو بنتكلم فيه. أكيد لازم تضحي. بص، يمكن ان انا هدي مثال غريب شوية. أهالينا مثلا الكومفورت زون دايما بتاعتهم ان هو لا، انا اتربيت على الافكار دي وانا حابب ان انا اكون في الحتة دي ومش عارف اجرب حاجة جديدة. هنا في شباب كتير بتبرر لنفسها نفس الكومفورت زون ان هو يبقى كده، بس هو هنا شايف ان الخسارة كبيرة. وهنا الموضوع الكونسبت ذات نفسه بيختلف. انت شايف ان المكسب ممكن يبقى كبير بس انت مكسل انك تعمل حاجة، انما لا، هو ذات نفسه دماغه ذات نفسها شايفاها انها خسارة.
انا شايف مكسب وانت شايف خساره. وهنا نقطه الخلاف دايما اللي بتبقى مع اهالينا، ان الموضوع دايما كل واحد شايفه من وجهة نظره. الله ينور. انما لا، ايه اللي ما فيش حاجه تبرر لك كشاب النهارده يمكن تحت ال 25 سنه بشكل عام انك لا انا لازم استنى في الكومفورت زون بتاعتي. برضو البيئه اللي انت بتتربى فيها بتبقى عنصر اساسي في تربيتك وتفكيرك وكل الامور دي. الناس اللي بتتعامل معاها، الحاجه اللي انت بتعملها. ونصيحتي لو انت النهارده سواء ولد او بنت وشايف انك انت استاك في الكومفورت زون بتاعتك، مش عارف تطلع، كل ما بتحاول تطلع حظك للاسف ما بيبقاش احسن حاجه. بص انا عايزك تتاكد تماما ان ربنا ما بيختارلكش حاجه غير لو انت قدها. ده 1. 2، امشيها ستيب ستيب، محدش هيحاسبك. كل الافكار والمخاوف اللي جواك هي صدقني جواك انت بس، العالم ده كله مش حاسب اي حاجه. الحياه عمرها ما كانت قاسيه ولا عمرها كانت حلوه. في نفس اللحظة اللي انت بتبقى مبسوط فيها بشكل كبير جدا، في واحد ده أسوأ لحظات حياته والعكس. لا ما تدمش ولا حتى انك انت تقول اي حاجة على الدنيا. انت جست اعمل اللي عليك. ربنا قالك اسعى، هتسعى تمشي صح، انا هكافئك. خلاص المعادلة انتهت. انتوا عندكم حاجتين. انت عندك الشركات بشكل عام اللي موجودة على مستوى مصر اللي بتنزل على السايتس بتاعتها ان في تريننج او اي حاجة، وساعتها انت غالبا لازم تكون سنة تانية عشان بس يبقى في GPA وفي حاجة يعني تمام. يبقى عندك حاجة تانية زي ما في ستارت ابس بتبقى كبيره. ومعنى ايه ستارت ابس كبيره؟ يعني عندها السايت، عندها الناس، عندها المعاملات. في ناس ستارت ابس بتبقى خفيفه. يمكن كمان احنا عندنا هنا في اسكندريه موضوع الماركتنج ايجنسيز موجوده بشكل كبير. بيبقى فيها تطور كل فتره بس يعني موجوده. ساعتها بيبدا ينزل opportunities. انت جاست مثلا عايزك تخش على الفيسبوك، اكتب opportunity، اكتب كول، اكتب اي حاجه، ابدا اكتب بس كلمات كده، ساينز كده انت هتتعلمها مع الوقت. لا مثلا والله لو انا عايز ماركتينج بيتكتب كذا، لو انا عايز حاجه بالظبط عايز كذا، هتبدا واحده واحده تتعلم. انت حتى في السيفل وورك انا كنت بعمل كده، كنت بحاول ان انا ادور بشكل كبير جدا على الكي ووردز بتاعت الحاجه التقديم. وده هنيجيله بالمناسبه بعدين لما نيجي نتكلم على السي في وكده، وقد ايه الكي ووردز دي حاجه مهمه جدا انك انت تعرفها ومش هتيجي غير بالسيرش. اوكي. طب معلش اسالك بس على حاجه يا محمد بسرعه في الماركتنج. انا مش عايزه اخش في الماركتنج ان ديتيلز، مش ده موضوع حلقتنا. بس ساعات يقول لك، انت قلت ان الماركتنج ايجنسيز في اسكندريه كتير، بس كتير بيقول لك السوق في اسكندريه في الماركتنج مش احسن حاجه، وانه في القاهره احسن بكتير، وانه الماركتنج ايجنسيز في اسكندريه مش قويه. فانت ايه رايك في بص هو يمكن انا حظي اللطيف ان الايجنسي اللي انا اشتغلت معاها كانت ماسكه كذا مكان، كان لسه طالع في اسكندريه وكان اماكن مميزه. فده كان بالنسبه لي حاجه كويسه. يعني ما كنتش شايف ان انا ما بعملش حاجه. يمكن كمان الشخص اللي انا كنت بتدرب تحت ايديه حد انا كنت شايفه شاطر جدا، فكنت باخد منه النوليدج. وانا عمري ما هنسى اليوم ده. انا كنت عملت كذا حاجه في اليوم واتمرمطت اليوم كله وكنت زعلان، وجيت اتكلم معاه فبيسالني انت كنت عايز ايه في حياتك؟ قلت له بص وانا الحقيقه عايز اوصل لحاجه شامله، عايز اعمل كل حاجه، عايز اكون بعرف اعمل كل حاجه. بس قال لي طب انت لسه في اولى، ما لسه واحده واحده عليك. قلت له لا، انا شايف ان انا عايز اوصل في اسرع وقت ممكن. هو رد عليا بكل بساطه قال لي انت مش حددت حلمك؟ قلت له قال لي خلاص، يبقى انت هتسيب الحياه ان هي تحط لك الستبس بنفسها ولا انت اللي تحطها بنفسك؟ قلت له لا، انا عايز انا احطها بنفسي. قال لي يبقى انت لازم كل حاجه تسأل فيها الشخص المفروض يكون عنده الاكسبيرينس. تمام. 1 و2 كمان ما توقفهاش على حد واحد. في نفس الوقت تشتغل على نفسك، تجهز نفسك للحاجة دي. قلت له طب انا يعني زينا كلنا انا عايز النجاح السريع بالظبط. قال لي طب بص انا اقول لك حاجه، ممكن تروح النهارده، انا هطلب منك تاسكايه، روح النهارده ونام، وعايزك تتوقع انك انت بكره الصبح هتصحى تبقى انت في المكان اللي انت فيه. هل انت بالاكسبيرينس بتاعتك وبدماغك بتاعت دلوقتي هتقدر تمسك البوزيشن بكره الصبح؟ قلت له لا. قال لي يبقى خلاص، يبقى الحياه عمرها ما هتحطك في حاجه في يوم من الايام، في لحظه انت لازم تجهز ليها. اوكي نختصر بقى الكلام كله. يبقى انا اول حاجه كانت ماركتنج ايجنسي، بعد كده كان في مكان بيقدم كورسز اكاديميك، ده كان على مستوى مصر كلها الحقيقه. برضو بص انت ممكن الماركتنج ملوش علاقه بالكورسز، بس طول ما انت دماغك بتشغلها صح. انا مثلا لما دخلت الكورسز اكاديمي دي الحقيقه انا يعني اتطورت في البوزيشنز بشكل كبير جدا، لدرجه ان انا مثلا خلال شهرين كنت شغال مع الدايركتورز مع الناس دي.
وبالمناسبة يا جماعة برضو يعني لما اجي انا اتكلم واقول ان انا وصلت بسرعة او اي حاجة، ده مش ستاندرد. تاني حاجة دي كلها توفيق ربنا. توفيق ربنا في الاول والاخر. انت ممكن يحصل حاجة، مش لازم كل شوية تطلع في البوزيشن فجأة الشخص وده اللي عايز اقوله. انت لازم المدير بتاعك او الشخص اللي فوقك بشكل عام اللي بيكون مسؤول عنك لازم علاقتك بيه تبقى كويسة. طول ما علاقتك بيه كويسة، طول ما هو دايما ايه ده، لا صح، ده انا المكان ده انسب حد ليه الشخص ده. طول ما انت علاقتك كويسة كل الناس هتقدر ترشحك في الاماكن دي. تمام. وفي نفس الوقت مش كل الناس هتحبك اكيد. تمام. بعد كده بعد الحاجتين دول اتكلمت وقلت ان انا بعد كده خدت التريننج باي مرسيدس، بعد كده الكورس بتاع او يعني المسابقه بتاعت وزاره الشباب وزاره الاتصالات، بعد كده الMOS. تمام. طبيعي جدا تاخد بريك، عشان بالمناسبه طبيعي جدا لما تحس ان في ضغوطات او حاجه تاخد بريك. انا بكل بساطه كل ده انا كنت باخد الكورسز اللي انا كنت بتكلم عليها في البدايه. انا بحاول اجهز نفسي في كذا مجال بشكل عام. بعد كده دخلت ايزك، بقيت BTC ماركتنج تيم ليدر. بعد كده دخلت واي. تمام. وبعد واي يمكن ابرز حاجه خلال الفتره الاخيره، لان انا بدات اتشبع من الموضوع. ولازم كويس قوي انك انت تعرف امتى توقف الحاجه اللي انت فيها، امتى تقول لنفسك ده كفايه بالنسبه لي. دلوقتي بقى عايزينك تكلمنا عن الفاينانس والمجال بشكل جنرال، كل حاجه، الفاينانس عموما، مجالات شغله، كورسز، كل حاجه. اوكي. يا ريت نبدا طبعا بمفهوم الفاينانس ذات نفسه. احنا نقدر نقول الفاينانس هو ازاي انك انت تمانج وتالوكيت الريسورسز. احنا زمان كنا بنسمع دايما في دراستنا على مدار السنين ان مصر عندها موارد كتيرة جدا بس احنا ما بنعرفش نستخدم الموارد بتاعتنا. هو ده الفاينانس، ازاي تستخدم الموارد بتاعتك كويس جدا، ازاي تتربح منها بشكل كبير جدا، وازاي تبقى ستيبل سواء على مستوى المانجمنت والإدارة او سواء حتى على مستوى الفاينانس ذات نفسه زي التمويل والفلوس ذات نفسها. يمكن من هنا تعرف انك انت اصلا الفاينانس هو انك ازاي تكريت وتمانج الفلوس، الكاش فلو. اوكي. يمكن التعريف اللي بيعرفه لك بشكل عام الانستيتيوتس الكبيرة يقول لك ان هي بتشمل ايه. قال لك بتشمل تحليل والإدارة للفاينانشال اسيتس، للأصول المالية اللي عندك. الأصول المالية هنا مش الفلوس بس، لا هي أي حاجة تقدر تجنريت منها فلوس. اوكي. يمكن كمان هو بيقول لك انك انت تقدر من خلالها انك انت زي ما اتكلمنا ان الموارد لازم استخدمها صح. طب الموارد دي عشان اعرف استخدمها مش لها ريسكس، مش لها مخاطر، مش لها تكاليف، ازاي بقى ان انا اعمل ايفالويشن للريسكس دي؟ ازاي ان انا اقيم ايه المخاطر اللي ممكن اواجهها لو انا صنعت الحاجة دي، لو انا عملت المجال ده، لو انا دخلت المنافسين دول ممكن يعملوا معايا ايه، ممكن اوصل للي انا عايزه ازاي من غير ما اخسر. كل الامور دي مهمة جدا. ويمكن بعد كده اخر حاجة وهي اهمها هو الكرييشن للفاينانشال استراتيجيز. ازاي تعمل استراتيجية. انت النهاردة مش استراتيجية انك انت مجرد انك انت تعرف تتصرف في شركتك، لا احنا نتكلم على مجال وايد شوية. المجال واسع. انت بتتكلم النهاردة على الشركات، على الصناعات ذات نفسها، على بلد. فانت لما تيجي تفكر لا انت لازم يكون عندك استراتيجي كاملة. يمكن الثلاث حاجات دول هم يقدروا يختصروا لك هو يعني ايه فاينانس. اوكي. من الاخر هم بيسموها او بيقول لك هو بيعمل بيها ايه، how to respond to economic crisis. يعني اي مشاكل اقتصادية بتواجهها انت ازاي هتتعامل معاها. ازاي دي هي الفاينانس، الكيفية بتاعت ازاي هي الفاينانس. طبعا الفاينانس بقى بتشمل البادجيتنج، الانفستنج، حتى البروينج والليندنج والاكاونتنج. يعني انت تقريبا بتتكلم عن اي حاجه تاخد تدي فيها فلوس، تتعامل بحسابات. اوكي. كل الامور دي شامله الفاينانس. يمكن اهم بقى 3 مجالات للفاينانس. اوكي. احنا لسه ما دخلناش على مجالات الشغل، بس انا هكلمك على المجالات اللي بيتم استخدام فيها الفاينانس عشان كل واحده فيهم فيها كلام كتير جدا. طبعا انت عندك الستوك ماركتس. تمام. انت النهارده بتسمع عن البورصه، بتسمع عن كذا، بتسمع عن كذا. كل الامور دي انت طبعا لسه ما انتش عارف عنها حاجه لسه. طب هم بيستخدموها في ايه، بيعملوها ليه، ده الشركه اصلا بتم طرحها في البورصه ليه. اوكي.
ده هدخلنا في حته كمان الكوربريت فاينانس. تمام. زي كل شركه موجوده في البورصه بتدور على الفاينانس بتاعتها، ازاي تعمل، ازاي يجي لها فند، ازاي ان هي بتدور على تمويل زياده. اوكي. وطبعا اي فاينانشال انستيتيوت، يعني اي مكان مركز مالي بيتسمى فاينانشال انستيتيوت. سواء بقى عندك بقى سواء مراكز ماليه، سواء مثلا شركات، سواء مثلا حتى الناس اللي انتوا بتشوفوها مثلا بتشتغل ان هي يعني بتساعدك، بتفند انك تساعدك، انت عايز تستورد حاجه، عايز تصدر حاجه، الناس اللي بتساعدك فاينانشالي دي برضو كلها فاينانشال انستيتيوت. سواء بقى حتى البنوك بتسمى فاينانشال انستيتيوت، سواء بقى انك انت عايز تستثمر، سواء انك انت عايز تاخد فلوس، سواء ايا كان المعاملات البنكيه اللي انت عايز تتعامل معاها، كل ده شامل تحت عنوان الفاينانس. بالظبط. والثلاثه بيلينكوا ببعض بشكل كبير جدا، كل حاجه بتخدم على الثانيه. عشان حتى برضه لو حد رجع في الكلام وقال لك لا ده البوينت دي مش صح او البوينت دي كذا. يعني اللي يخش تراك فاينانس ده يا محمد، اوكي، ايه المجالات العمل اللي يقدر يشتغل فيها بعد كده؟ اوكي طيب ده سؤال كويس جدا. يمكن ده الاهم بالنسبه لكل الناس بالظبط. لان هو مش فاهم يعني ايه فاينانس، وانا هعمل ايه اصلا. طيب يمكن كل اللي ظاهر بالنسبه لنا وبالنسبه لكل الطلب انا هتخرج اشتغل في بنك. انا اهم حاجه بالنسبه لي هو ان انا اشتغل في بنك، او ان انا اشتغل في اي حاجه حتى تبع الحكومه بس تكون مميزه، في ضرائب، في رقابه اداريه، كل الامور دي. يمكن ده الابرز بالنسبه لنا وبالنسبه لاهالينا اول ما يجي موضوع ان انا عايز اشتغل. يمكن طبعا للاسف عشان ما فيش opportunities كتيره دايما، ولكن ده اللي الكل معتقده، بس ده مش صح طبعا. كويس قوي انك تعرف تدور على الحاجه. بس انا اقدر اقول لك دلوقتي لو انت بتسأل على الفاينانس، لا فانت عندك النهارده على فكره بالمناسبه، انت في البنوك في حاجه اسمها انفستمنت بانكس، في كوميرشال بانكس، في بنوك استثمار، في بنوك تجاريه. البنوك التجاريه هي المختصه بتعاملات الافراد والبزنس العاديه، مجرد تعامل، هتاخد ودي واديك فايده والامور دي. ايا كان الباك جراوند بتاعتك عن الموضوع ده انا ماليش دعوه بيه. وعندك الانفستمنت بانكس، البنوك اللي بتحاول ان هي بشكل كبير جدا تتعامل مع الانتيتيز الكبيره، ولازم تبقى انت فاهم ده برضو. اكيد سمعت دايما هتسمع عن حته الانشورنس اللي بتبقى جوه اي بنك، وان دول احسن ناس بيقدروا ان هم يترقوا والمقابل المادي اعلى وكده. انت النهارده كجامعه اسكندريه انت عندك هما 2 ممكن يكونوا مناسبين للمكان ده، خريج الفاينانس وخريج الاستاتستكس تقريبا، اللي هو القسم الثاني الموجود عندنا في الكليه. ايوه، الاحصاء. هما دول اكتر مجالين يقدروا يشتغلوا في الحته دي. لو انت بتارجت البنك وبتارجت احسن مكان فيه، فهو الانسب ليك الفاينانس. ده كمان اللي بيميزك عن كونك سواء اداره او سواء اكاونتنج او اي حاجه، ان هو واثق انك انت الباك جراوند بتاعتك كويس. الحمد لله. كمان يعني دلوقتي في الكليه احنا بندرس كل ما ممكن تحتاجه سواء في بنوك او شركات. بعد البنوك هيكون المجال بتاع الاسيت مانجمنت، اللي هو بقى فيه الفلوس والدلع كلها. كل شركات الاستثمار اللي انت بتشوفها، كل شركات حتى السمسرة بتاعت البورصة، كل الحاجات دي، كل اللي بيشتغل على ان هو يكون بورتفوليو. طبعا انت اسم بورتفوليو بالنسبة لك حاجة غريبة شوية. البورتفوليو هو بيبقى زي محفظة استثمارية، تمام، بيبقى فيها اكبر الشركات والانتيتيز اللي جوه بلدك اللي ممكن تحقق ارباح، او ساعة ما استثمر فيها تحقق لي ربحية كبيرة بشكل كبير جدا. بالمناسبة الناس اللي بتشتغل على البورتفوليو دي طبعا هم احسن ناس في البلد، وبتاخد نسبة كبيرة من الصندوق ذات نفسه. انا عارف ان ده مجال انت لسه قدامك توصل له بشكل كبير جدا، بس في ستيبس. انا دايما اتكلمت معاكم ان كل حاجة هناخدها خطوة خطوة. في عندك مجال الفينشر كابيتال. الفينشر كابيتال هي الشركات اللي بتساعد الستارت ابس في البداية وتقدم لهم الاستثمارات. نقدر نقول ده البداية بتاعت البورتفوليو. الفينشر كابيتال ذات نفسه اصلا يعني تقدر تقول ان هو ممكن يكون بورتفوليو، لان هي ممكن تكون مجموعه مستثمرين وحد بيدير له الفلوس ذات نفسها، بس على صغير شويه. بالظبط. بس المجال ذات نفسه كبير طبعا، لانك انت عندك دلوقتي الستارت ابس بقت كتيره جدا في مصر في كل المجالات، فدي حاجه بقت مهمه جدا. فانك تكون بقى تبدا انك تكون ملم الستارت ابس دي بتعمل ايه وانا دوري ايه والمجالات اللي موجوده، لان انت الفاينانس ذات نفسه بيفتح جواك ازاي تحلل وازاي تفكر وازاي اصلا اخلي اي منتج يكسب اكتر، وازاي اي خدمه بقدمها تكون احسن. كل الحاجات دي الفاينانس بيبدا يعلمها لك بشكل كبير جدا، ازاي تطور من الحاجه ذات نفسها. لان غرض الفاينانس الحقيقي، انت دلوقتي جبت لي ارقام
انا عايز افهم منها، بيحاول يخليك تفهم الارقام دي بتقول ايه. بعد كده طب انا الارقام دي ازاي اكسب منها اكتر، ازاي اطورها. بتفكر في كل جوانب التطوير حرفيا، انت ذات نفسك مع نفسك، حتى لو انت دورك انك انت بس تحل ارقام وبس يعني. بعد كده نتكلم على الكوربريت فاينانس. انتوا سمعتوا كتير ان انا عمال اتكلم على الكوربريت فاينانس. هنا الكوربريت فاينانس هو متخصص بالنسبة للشركات اللي بتشتغل بقى بره الحكومة وبره البورصة. اوكي، الشركات بقى التعاملات بتاعتها وكل الامور دي. الانفستمنت بانك دي اوكي هي المتخصصة ان هي تدير العمليات المالية بالنسبة للكوربوريشنز دي. اوكي، ففي البداية كنت بكلمك بقول لك ان مجالات الفاينانس ذات نفسها بتخدم على بعضها. ايوه، لان هو كلها سيركل مترابطة. ما تفكرش ان انا لما اجي اتكلم على كل حاجة دلوقتي لوحدها ان ده كل حاجة لوحدها، لا بالعكس، انا بشرح لك، بس انت لازم تكون بتحاول انك ترسم صورة كاملة جوه دماغك عن الموضوع. بخلاف بقى انك انت اي حاجة تانية انت متاحة بالنسبة لك. يمكن احنا لما جينا نخش قبل كده او نختار موضوع التخصص، احنا سألنا نفسنا سؤال: انا دلوقتي الميجر بتاعي بزنس ادمنستريشن، تمام؟ يعني بكل بساطة شديدة جدا، عايز اشتغل ماركتينج هاخد دبلومة واشتغل، عايز اشتغل اتش ار هاخد دبلومة واشتغل. الحاجة اللي تشمل لك بقى ده كله الفاينانس برضه، لانك انا زي ما قلت ميجر بزنس ادمنستريشن تقدر تشتغل في ده كله. وبالمناسبة انت تقدر كمان انك تشتغل في مكاتب المحاسبة، لان الصورة البدائية لمكاتب المحاسبة هنا هو عبارة عن انك انت بتفرغ داتا، بتفرغ ارقام، سواء انك تفرغها في شيتس او انك انت تفرغها على الكمبيوتر. هيقول لك ان انا عايز اشوف مهاراتك بس على اكسل. كل ما بقيت اسرع على اكسل كل ما هيدفع لك اكتر، وشكرا، مش هتعمل حاجة تانية. سو انت ده مجالك برضه. لان عشان الناس تبقى فاهمة، هو الفاينانس بالنسبة لي هو الادفانسد ليفل بالنسبة للاكاونتنج، يعني من الاكاونتنج. اوكي، ليه هو الادفانسد ليفل؟ لان ارقام موجوده قدامي انا كده بتحقق منها، فانا لازم اصلا يكون عندي النولج بتاعت الاكاونتنج اللي هو الفاينانشال شيتس، واللي جايين نتكلم دلوقتي ازاي الفاينانشال ستيتمنتس انت تكون على درايه بيها بشكل كامل. وهو ده اللي هيساعدك بشكل كبير، بخلاف النولج او الثيوريتيكال نولج بتاعت الفاينانس اللي هتدرسها بعدين في سنه رابعه. لا، انت لازم الجزء العملي بالنسبه لك والجزء الاساسي هو انك انت بس الفاينانشال ستيتمنتس اللي انت خدتها تكون ملم بيها، والموضوع مش صعب خالص. لان انت اللي هتوجهها بعدين. بالظبط، النولج اللي انت تاخدها انت هتوجهه، هتعرف تحطه في احسن مكان ممكن بالنسبه لك. دلوقتي بقى عايزين نتكلم على الكورسز. احنا دايما رابطين السي اف اي بالفاينانس، يعني فاينانس سي اف اي معروفه عندنا، وفي مصطلح جديد كده طلع بنتدرجه كلنا الاف ام في اي. عايزينك تكلمنا على ده وعلى ده. طيب اوكي، مبدئيا كده انت طالب هتتخرج، خلصت دراستك عادي جدا. الشباب هتبدا تشوف الجيش بتاعها، بنات هيبداوا يشوفوا ان هم عايزين ايه يقرروا في حياتهم. الشاب هيبقى لسه عنده وقت عشان الجيش بتاعه. البنت عبال ما تختار هتغيب فتره عبال ما تحتاج ان هي تقرر ان هي عايزه تعمل ايه. عشان كده لازم تكون نصيحه كبيره بالنسبه لك انك تفكر في كل ده من وانت لسه بتدرس. لازم تخطط له بشكل كبير. لما تكون في الدراسه مثلا، انت الفاينانس بالنسبه لك هتبدا تدرس كل حاجه عن البورصه وعن الشركات، وهتلاقي كلام كتير بالنسبة لك عن ستوك فالويشن وإسلامك فاينانس وإثيكس وحاجات. هتبدأ تحس إنك أنت داخل في حاجة كبيرة جدا، بس هي مش كبيرة. هو من الآخر أنت لو قعدت مع نفسك وقدرت تشوف كل مادة من المواد دي هدفها إيه، بتعلمك إيه، هتعرف بشكل كبير جدا هو أنت عايز أنهي حاجة في الفاينانس وعايز تعمل إيه في حياتك. كل مادة هي مهمة جدا بالنسبة لك. اللي عايز يضارب في البورصة هيفهم ازاي يضارب في البورصة وازاي يشتغل. وبالمناسبة يا شباب، انتوا لازم تهتموا بدراستكم جوه الكلية، لانك اللي انت بتدرسه جوه الكلية هي الكورسز اللي انت بتطلع تدفع فيها الالوفات بره. من اول السبلاي تشين اللي انت بتاخدها في سنة تانية، تمام، لحد الستوك فالويشن اللي انت بتاخده في سنة رابعة، كل ده بتدفع فيه الوفات بعد ما تتخرج. طب ما تهتم بكليتك. انت كل اللي عليك تثقل نفسك بالنولج وبالاكسبيرينس وبالشهادات اللي ممكن. وبالمناسبة برضو عشان الناس اتكلمت على موضوع ان انا والله انا مش يعني انا فاينانشلي مش قادر ادفع المبالغ دي. في اماكن كتيرة مش محتاجة منك الشهادة، في اماكن كتيرة محتاجة منك انك انت تكون عارف تشتغل الشغلانة ذات نفسها. هي حاجة مهمة الشهادة، بس مش عقبة بالنسبة لك انك انت تتعلم. هرجع لك تاني واقول لك اهتم بالمواد، ساعتها تقدر تحدد كويس قوي انت عايز تعمل ايه. وصدقني انت واحدة واحدة لو مركز في المواد هتعرف ان هي بتخدم عليك بشكل كبير جدا. نيجي لسؤالنا، ال FMVA وال CFA. طبعا هو التوب هي CFA.
بس ده لإيه؟ الCFE الناس بتاخدها غالبا يعني على مدار بلدنا احنا ذات نفسنا الناس كانت بتاخدها بعد الدكتوراه. اوكي، يعني احنا دلوقتي مثلا عشان انا اسافر اطلع اخد تويفل او ايلتس عشان انا محتاج اسافر. زمان كانوا بياخدوا بعد الدكتوراه، هو مش محتاج، او قبل الدكتوراه، يعني مجرد ان هو بيجهز ورق للدكتوراه ما كانتش حاجة مهمة جدا. يمكن دلوقتي لا، في شوية restrictions بشكل عام، فبتبدأ تهتم بالحاجة، فتلاقي انك انت كشاب صغير مثقل بحمل انك انت تدرس وان يبقى عندك شهادات. طيب الCFE هو مجالها الاساسي الانفستمنت، الناس بتاخدها عشان تكون في مجال الانفستمنت كبيرة، ان هي تكون ملمة بمجال الانفستمنت، تقدر ساعتها تكون هي اللي بتليد مجال الانفستمنت. يعني حاجة مش ليك انت خالص، انت طالب لسه تتخرج، حتى بعد 3 سنين خبرة، بعد 5 سنين خبرة، انت لسه مش مؤهل انك انت تعمل الحاجة دي الا لما تعدي باكسبيرينس معينة. عشان كده الCFE زي ما انا اتكلمت قبل كده او اتكلمت معاكم فيها، الCFE 3 levels، اول ليفل وتاني ليفل وتالت ليفل و3 سنين خبرة، وبعديها هتبقى اسمك CFE هولدر. فما تفكرش انك انت في يوم وليله مجرد ما انا الاقي واحد صاحبي قرر ان هو يجمع الماتيريال بتاعه الCFE ويدرسها ان هو خلاص ده بقى احسن مننا كلنا. هو احسن عشان خد الستيب، بس هو مش احسن عشان هو مجرد ان هو درس. وهرجع اكلمك واقول لك الكونسستنسي، انك انت تفضل تكمل في الحاجه. بالظبط، استمراريتك هي اهم حاجه ممكنه. يعني امتى يا محمد يبقى الCFA مهم ان انا اخدها لو هي مش ليا كطالب؟ امال بعد ما اتخرج ولا امتى؟ اكيد بعد ما اتخرج. انا اكيد طبعا مش مؤهل ان انا اللي اقول لك انت تاخدها في يوم ايه ولا اي حاجه. بس انا بكلمك بشكل منطقي جدا، انا طالب معاك زيك، سمعت من الناس كلها مهم. في ناس هتقولك مهم انك تاخد الCFA، هو انا هعمل بيها ايه؟ انا هدفع الالوفات دي كلها ليه؟ انا كنت بقولك دلوقتي عايز تدرس CFA، ال3 levels تقريبا بريجستريشن $4,000. ده يا اما اسوأ سيناريو، اقل سيناريو انك انت بتتكلم تقريبا هتبدا تقل، هيبقوا 53 اللي هو عشان سوري 3050. انتوا عشان تبقوا عارفين يعني وقت ما بتقدم على الامتحان ده مهم جدا عشان الخصومات وكده. وبالمناسبة انتوا كنتوا بتسألوا على الخصومات، موجود خصومات، قلنا قبل كده ان هو موجود بشكل عام. لو انت فاينانشلي مش قادر بتقدم الريزونز انك انت مش قادر تكفر الحاجة يعني فاينانشلي، تقريبا ساعتها الليفل الواحد بيبقى بالنسبة لك ب 250. على فكرة 250 غير الريجستريشن فيز اللي هي بتبقى دي ثابتة على السايت ذات نفسها $350. بعد كده كل ليفل 250، فانت يوم ما تعمل ده هيبقى 750 و يعني 350. فانت تتكلم تقريبا انك انت هتعدل 1000 صح 1100 تقريبا، 1050 بالظبط، 1050. فانت بتتكلم النهارده لا، المبلغ بالنسبه لك انت حتى مش هتقدر تفورديت. اوكي، طب ليه؟ وده مش هيبقى احسن سيناريو، لان مش كل الناس هتاخد المنحه دي. بالنسبه للومن موجوده انك انت كاستودنت تكون من ممكن تبقى 350. بس ايفن برضو ايفن بتتكلم 1050 غير الريجستريشن فيز هتبقى 1400. تتكلم ان المينيمم بالنسبه لك $1400. اوكي، طب لو قلنا ان الCFA دلوقتي صعبه او مش مطلوبه، يجي بقى ايه الFMVA؟ اوكي، هنا دلوقتي احنا قلنا ان الCFA ذات نفسها هي النوليدج، والنوليدج بتاعت الانفستمنت، ولازم تكون في بوزيشن وعندك باك جراوند كافيه انك انت تعرف ازاي هتستخدمها فيه. ناس كتيره هتلاقيها موجوده على لينكد ان كاتبه لك ان انا واخد كذا وكذا وكذا وكذا، بس تلاقي البوزيشن بتاعه مش ايه ده عادي جدا بيحصل بالظبط. او انك تسال على حد ده اخد كذا، طب شغال كذا وتلاقي الدخل بتاعه قليل جدا. لان بكل بساطه اتكلمنا في الاول انك انت لازم ازاي تعرف تستخدم الريسورسز اللي عندك، ده الفاينانس. اوكي، اجي بقى اتكلمك ان على الFMVA Financial Modeling and Evaluation Analysis. طيب الFMVA عبارة عن ايه؟ بكل بساطة الFMVA هي الابلاي او الابلاينج بتاع النوليدج دي بتاعت الCFA. انت اول حاجة بتدرس في الFMVA بتدرس ازاي تستخدم الداتا وتحطها في اكسل شيتس، ازاي تعمل موديلنج، ازاي تعمل فالويشن بسيطة جدا، تبدأ تطلع ارقام، تبدأ تحسب بيتا. بالمناسبة الحاجات دي هتبدأ تدرسها انت في السنين اللي جاية، او يعني سواء في رابعة هتبدأ تتعلم كل الحاجات اللي انا بكلمك فيها دي. هي حاجات بسيطة، هتلاقي ان الكلية بتاعتك بتخدم لك على الكورس ده.
عكس السي اف اي. بالرغم على فكره بالمناسبه انت تقريبا بتاخد باك جراوند كامله خلال ال4 سنين بتماثل سي اف اي ليفل 1، بس مش هي سي اف اي ليفل 1 مش كامله بالظبط، لان احنا لازم نبقى عارفين ان لا يعني في تفاصيل كتير جوه الشغل مختلفه تماما، فلازم تبقى على درايه بده. زي ما قلنا الاف ام في اي بتحاول تسهل لك وتبسط لك الامور، بتستخدمها لاستخدام معين. بعد كده تقدر تعمل فيجواليزيشن للحاجه دي، انك انت تبدا البيتا بقى، شهاده البيتا اللي هي البيزنس انتليجنس اند داتا اناليسيس. هنا ساعتها بتبدا تستخدم حاجات اسمها باور بي اي. الحاجات دي هي الابلكيشنز الادفانسد شويه من الاكسل. يمكن هتلاقوني بستخدم كلمة ادفانسد كل شوية، لان هو كل حاجة ليها مرحلة بعديها. انت البيزكس بتاعتك هو الاكسل وانك تعرف تتعامل معاه، اوكي. بس انت ممكن تلاقي وظيفة مثلا ب5-6 آلاف جنيه مجرد انك انت بتدخل داتا انتري اكسل، بس تلاقي صاحبك اللي في نفس سنك بياخد اعلى منك. طب ليه بياخد اعلى منك؟ لانه هتلاقيه عنده النوليدج بتاعت التابلو، عنده النوليدج بتاعت الباور بي اي، كمان اخد كورس الساب. ما تنسوش ان في حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا حتى اكاونتنج بالمناسبة، الساب سيستم معظم الشركات بتشتغل عليه وهتحتاجه، وكمان هتلاقي ان المبالغ اللي فيه مختلفة تماما عن المبالغ اللي انت بتاخدها، وانت مش خسران حاجة. انما انت لو ضربت بكل الثلاث حاجات اللي انا كلمتك فيهم دلوقتي، الاف ام في اي وبيدا وساب، ضربتهم بعرض الحائط ورحت دورت على السي اف اي، مش هتاكل عيش، تضيع مجهودك. اوكي دي الزتونه بقى اللي انت جاي تقول انا جاي اديها لهم، دي اهم حاجه بصراحه. ممكن انا النهارده اعمل 10 قروش، بس لما يجي وقتك انت ممكن تعمل 100، ولازم تبقى مقتنع بده. ربنا بيأخرها لك دايما لحد ما تكون جاهز، ولحد الفرصه اللي تكون احسن ليك بشكل كبير جدا. انت لازم تفكر في ايه اللي هو احسن بالنسبه لي. اوكي، يعني انت يا محمد عشان تسم اب كده الحته دي، انت بتنصح الناس او بتسجست انه لا احنا ناخد احسن الاف ام في اي والساب والبيتا. اوكي دول احسن بكتير من السي اف اي، بكتير جدا، بكتير. از بي ليفل صح، ده الكونكلوجن بالظبط. ما هو انت كده بعد فتره منك تبدا، انت ان شاء الله لما تتخرج هيحصل لك دروبات كتير، هتطلع ابس اند داونز، يعني فاهم، شغلك ذات نفسه هيبدا ان هو يتشكل. انت بتبدا تشكل حياتك وتبدا تشكل معرفتك في المجال ذات نفسه. واحده واحده هتبدا تشوف انا اقدر اخدم على النوليدج بتاعتي دي فين، او بخدم بالنوليدج بتاعتي دي فين. اوكي، اقدر احطها في انهي مجال، لأن زي ما اتكلمت قبل كده المجالات كتيرة، شركات كتيرة، حاجات كتيرة. ما تنساش ان اهم حاجة وانت بتذاكر كمان او انت بتدرس الشهادات دي كونكشنز بتاعتك، كونكشنز اللي انت تاخدها من السيفل وورك اللي انت اشتغلت فيه، من الايفنتس اللي انت بتحضرها، من المعاملات بشكل عام. والكونكشنز بقى هنا يا محمد ينقلنا سي اف اي امباسادورز والكومبيتيشن والمسابقه، وده الاساس لانه انت ده تاني حاجه عايزين نتكلم فيها مهمه في الحلقه دي، لانه احنا بنتكلم قبل ما نسجل انت قلت لي يعني لما بتشترك في المسابقه دي فانت بتتحط جوه الكوميونتي ومع الكاليبرز احسن ناس انت المفروض تبقى في وسطهم، وهنا بقى النتوركينج يبدا يشتغل. أكيد. اشرح لنا بقى ايه المسابقه دي بالظبط. اشرح لنا السي اف اي ريسيرش عموما، ومين انتوا كسي اف اي امباستر. اوكي طيب، يمكن هتكلم الاول على سي اف امباسادورز. بكل بساطه شديده جدا، سي اف امباسادورز هم مسؤولين عن البارتيسيبنتس او الناس اللي هتشارك باسم جامعه اسكندريه في السي اف اي ريسيرش تشالنج. السي اف اي ريسيرش تشالنج عباره عن مسابقه بينظمها السي اف اي انستيتيوت على مستوى العالم. جوه كل دوله بيبقى فيه سوسايتي مسؤول عن المسابقه دي. احنا عندنا في مصر عندنا السي اف اي سوسايتي، واللي بالمناسبه هو المكان اللي مسؤول عن الاختبارات بتاعه السي اف اي كشهاده. يعني برضه عشان لو حد بيسمع البودكاست ده او حد اكبر، ايوه انت عشان تاخد كمان المنح، انت تقريبا احنا معظمنا بندور دايما على المنح والخصومات وكده، هتروح تمتحن الامتحانات بتاعتك. بالمناسبه انت عندك 10 مواد تقريبا في السي اف اي بيتغيروا كل فتره، تروح تمتحن تقريبا 4 امتحانات. اوكي، ال4 امتحانات دول بتمتحنوا فين؟ ومين السوبرفيجن؟ السوبرفيجن بتكون من السي اف اي سوسايتي. نفس المكان اللي بيقدم المسابقة هو نفس المكان اللي انت بعدين هتلجأ له عشان الشهادة. حلو. دي لوحدها انت خلاص بقيت في المكان، بقيت متعود عليه، بالظبط. ما عندكش اي مخاوف او اي حاجة، بل بالعكس انت تبدأ تتعامل مع الناس اللي جوه، فالموضوع بالنسبة لك هيكون اريح بكتير جدا. بالظبط. بعد كده السي اف اي سوسايتي بيكون امباسادورز في كل جامعة.
بيبقوا مسؤولين عن تجهيز الطلبة ان هم يخشوا المسابقة. ده احنا كده اختصرنا الموضوع بكل بساطة. نتكلم بقى عنه باستفاضة. طيب النهارده CFE Research Challenge هي بتقدم لك opportunity تقريبا ما بتتقدملكش في اي مكان، سواء في اي مكان في سوق عمل تاني او حتى even اماكن كورسز. اللي انا بقدمه لك سواء knowledge او experience مش هتعرف تحصل عليها في مكان تاني، لان محدش بيقدم لك نفس الحاجة. الاكسبيرينس اللي انت بتحصل عليها بتحصل عليها عشان انت في المكان ده، مش ان هي لو متاحه في اي مكان يبقى بكل بساطه كل الاماكن سواسيه، مفيش مكان مميز. طيب انت بتعمل ايه في CFE Research Challenge؟ يمكن انا بتكلم دلوقتي مع سنه تانية وسنه تالتة. انت درست قبل كده في تانية الانترميديت اكاونتنج وحسيت ان هي طويله ورخمه وايه اللي كل اللي انا بدرسه ده، وجيت في تالتة دلوقتي بتدرس يمكن كامبانيز، والترم اللي فات درست كوست. طبعا كانت من أسوأ أيام حياتك هو موضوع الكوست، وانت في سنة أولى كمان المانجيريال. بس انت هتكتشف بعدين قد ايه الحاجات دي مهمة. بص، انت في الانترميديت درست الفاينانشال ستيتمنتس ذات نفسها، انكم ستيتمنتس وبالانس شيت ومش عارف الارقام دي بتتحط ازاي وكده. ويمكن في الكوست والمانجيريال بدأت تفهم هي انهي ارقام مهمة، هي ايه الارقام اللي الشركات بتهتم بيها، وايه الارقام اللي بتدل على ايه. انت دايما هتسأل نفسك والرقم ده بيدل على ايه. انا عمري ما هنسى دكتور كان بيدرس لي في يوم من الايام، كان اسمه دكتور سمير هلال، ده من اباطره ماده الكوست اكاونتنج على مستوى مصر كلها. قال لك اي شركه في العالم بتقع وتنزل بسبب الكوست اكاونتنج بتاعتها. الكوست اكاونتنج لما هتدرسها هي رخمه، بس هي دليل كافي على ان الشركه دي رايحه فين، ماشيه صح ولا مش ماشيه صح. طب انا هقدر اقرر منين ان الحاجه اللي انا بعملها دي صح ولا مش صح؟ هيكون من الفاينانس، الرؤيه اللي هتكون عندك، ازاي تكريت لنفسك كشركه فيجن او كبني ادم فيجن في الحاجه اللي انت بتدرسها، هيكون من خلال الفاينانس. بالنسبه النولج متاح للناس كلها، بس الصايع اللي يعرف يستخدم النولج دي فين، الصايع اللي يعرف يستخدم النولج ويعرف يكريت منها دخل بالنسبه له. الشركه اللي ماشيه صح هي اللي تعرف ازاي تقلل الكوست بتاعها بشكل efficient، وفي نفس الوقت تزود الريفينيوز من غير اي خلل جوه العمليه الاداريه بتاعتها. نرجع للمسابقه تاني. انت دلوقتي في المسابقه، انا كل اللي محتاجه منك وعشان تبقى عارف ايه هي requirements اللي انا محتاجها، انا محتاج منك انك تكون عندك باك جراوند عن الفاينانشال ستيتمنتس كويس. عادي جدا، انت ايه الارقام ايه اللي بيزيد ايه اللي بيقل، ده يعني ايه، يعني كل رقم وتعريفه. بس انا مش هسألك على تعريفه، بس انا هسألك انت الرقم ده بالنسبه لك ايه، لان انا مش جاي ده مش نت انكم، ده مش اوبريشن اكسبنسز، يعني ده مش رقم مكتوب لك وخلاص. لا، انا عايزك بس تبقى فاهم، بس انك تبقى فاهم انت كبارتيسيبنت. انا مش هحتاج منك ضغوطات كبيره جدا، ما تخافش، انا معاك، انا جاي هنا عشان اساعدك. بس في نفس الوقت انا بطلب منك كوميتمنت، واطلب منك ان انا على قد ما انا هضحي لك عشان انا اخليك في مستقبلك احسن بكتير، انت لازم تكون قد المسؤوليه مع نفسك ومع اهلك. ادخلك شويه في المسابقه، انت مجرد هتاخد التريننج بتاعك بشكل كامل، ما تقلقش، هجيبك ان شاء الله. هنبدا التريننج يا شباب شهر 7، فما تقلقوش قبل امتحاناتكم، احنا مقدرين السكادول كويس جدا، مفيش اي ضغوطات من ناحيه الالتزامات اللي هتكون عندكم. تبدا تريننج في شهر 7 ان شاء الله، السابقه بتاعتك بعد كده هتبدا الانترنال ان شاء الله. التيم اللي يكسب هيصعد يمثل الجامعه، وبعد كده يمثل مصر ان شاء الله في حاله المكسب على مستوى الجامعات. المسابقه ذات نفسها بتقدم لك ايه؟ النوليدج والاكسبيرينس اللي انت ممكن تحتاجها في مجالك كله. وهاو تو ابلاي النولج. how to apply knowledge دي هو ده. انت اول ما تفتح الباب هتعرف ده، انك انت جاي هنا عشان انا ما بقاش زي غيري، ما بقاش حد عادي. لا، انت لما تخش انت مجرد انك تكون accepted، انت خلاص انت بقيت عارف انك انت مميز، وهتتعلم حاجات كتيرة اوي. انا النهاردة اللي هيحصل معايا جوه مش هيحصل معايا في اي حتة تانية. ان انا النهاردة ابدأ افهم الشركات دي بتشتغل ازاي، الناس دي بتتعامل ازاي، ايه الارقام اللي انا بسمعها، المصطلحات اللي بسمعها في نشرة الاخبار، المصطلحات اللي بسمعها في البورصة، المصطلحات اللي بسمعها في السوق الاقتصادي على مستوى العالم، في السياسة. ازاي كل القرارات والامور دي بتأثر في كل حاجة في حياتنا اليومية. احنا بنتكلم تقريبا ان خلال الفترة اللي فاتت حياتك كلها اتقلبت رأسا على عقب. طب ازاي اتفادى ده بعدين؟ تبدأ تتعلم ازاي يعني ايه شركة في البورصة، يعني ايه بورصة،
يعني ايه النهارده الاي بي او، يعني ايه كل المصطلحات اللي انت هتسمعها في اي حته، يعني ايه شركه عايزه تخش البورصه، يعني احنا النهارده بنتكلم تقريبا في مئات الشركات اللي الحكومه عايزه تنزلها البورصه. طب ليه؟ هو ايه الهدف؟ هو ليه اصلا؟ وهينزل بكام؟ انت النهارده بتتكلم سعر السهم ده ليه عالي، ليه ده قليل؟ طب ده اوفر ريتد ولا اندر ريتد؟ يعني ده قيمته الحقيقيه ولا مش قيمته؟ اشتري امتى، ابيع امتى؟ كل التفاصيل اللي انت ممكن لو قعدت مع نفسك دقيقتين تعرف تفكر فيها. طب محمد، لو حد عايز، معلش، لو حد عايز يجي يشترك معاكم في الكومبيتيشن دي، امتى بقى الانترفيو هيتفتح؟ وايه يعني ايه المطلوب من نتابعكم منين؟ ازاي يقدروا يتواصلوا معاكم؟ اوكي يا شباب، انتوا تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق البيج بتاعتنا على الفيسبوك CFE Ambassadors Alexandria University. اوكي، ده اول حاجه. احنا هنحط برضو اللينك ده، محمد لو سمحت تبعتهولي، هنحط برضو اللينك ده في الديسكريبشن بتاعت الابيسود بتاعت الحلقه. تابعوا البيج بتاعت الفيسبوك بتاعتنا CFE Ambassadors Alexandria University. طيب الانترفيوز والتقديمات وكل الامور دي، انت اهم حاجه بالنسبه لك ان شاء الله انك انت هتكون معانا قبل 25/5. انت هتبقى انفورمد بالموضوع ده قبل 25/5. هنحتاج منكم انك انتوا طبعا يا ريت اي سيشن نعملها او اي حاجه نعلن عنها، يا ريت تبدا تحضر محاضراتك، لانك هتلاقيني موجود في الكليه دايما بتكلم وبجاوبك على كل الاسئله اللي انت ممكن تحتاج انك انت تسالها. بالمناسبه يعني ايه يا محمد هتبقوا انفورمد قبل 25/5؟ يعني الانترفيو امتى؟ يعني ما فهمتش الجمله دي. ما دي حاجه لها علاقه بالاوبريشن، انا مش هقدر ان انا يعني ابلغك بتفاصيل. امال ايه 25/5 ده ايه؟ احنا امتحانات الفاينل 27 ان شاء الله. تمام. تقريبا. فقبل امتحاناته هو هيبقى تمام، هو داخل امتحاناته هو عارف ان هو هيبقى معانا، لان يوم واحد خلاص ان شاء عدى الله. الانترفيو. اوكي. خلاص. يعني 25 هيبقى عدى بالانترفيو وطلعت اكسبتد ولا لا؟ اوكي بالظبط كل حاجه. اوكي لان هو ان شاء الله بس الجمله بالظبط. دي. اوكي التريننج ان شاء الله يوم 1/7 التريننج هيبقى بادئ باذن الله، وكل الامور هيتم تغطيتها. التريننج بيبقى فين يا محمد؟ ان شاء الله جوه الكليه. احنا خدنا موافقات ان احنا نبقى موجودين جوه الكليه والامور هتبقى كويسه ان شاء الله. هي الحقيقة أنا مبسوطة جدا جدا، وأنا عايزة أقول حاجة، إنه محمد بسيوني كان من الطلبة، يعني أنا درست له السنة اللي فاتت بزنس اثكس، وما كنتش أعرف إن هو محمد بسيوني الطالب المعين اللي قال لي حاجة معينة في المحاضرة وقال لي حاجة في المكتب مرة كده، بس ما علينا. لما شفت الحقيقة اتفاجئت. بس أنا سعيدة جدا ومبسوطة جدا بيك يا محمد، صراحة فخورة جدا إن إحنا عندنا طلبة زيك وزي كل زمايلك حقيقي. ولما قلنا ان البودكاست ده فعلا من الطلبة للطلبة وما كدبناش، وده هو ده اللي يميزنا. الحقيقة احنا فخورين بحضرتك انك موجودة معانا، وان احنا توفرت لنا الفرصة ان حضرتك تبقى موجودة معانا للمرة التانية كمان. وكويس ان انا توفرت لي الفرصة ثالث مرة كده بقول كويس ان انا توفرت لي الفرصة ان انا احسن الصورة بتاعتي قدام حضرتك. لا خالص يا ابني، ليه بتقول كده؟ واضح انك عملت حاجة كبيرة. لا خالص يا محمد. وزي ما قلنا قبل كده، محتاجين ان احنا زي ما دكتور سيد دايما بيرشدنا، محتاجين نخلق جيل كامل قادر ان هو ينافس محليا وينافس عالميا بشكل عام، ده لنفسك ولبلدك ومجتمعك بالكامل. واتمنى لكل الناس انها تحقق احلامها. اكيد وانتوا قادرين على ده جدا جدا الحقيقه ان شاء الله. بس محتاجين حد فعلا زي ما بنقول، يعني ايه، يسلط الضوء عليكم كده ويستغل كل البوتنشال اللي عندكم ده. انتوا حاجه تشرف وحاجه تفرح. امينه، انا مبسوطه جدا بكل الاسئله والحاجات الجميله اللي انتوا جهزتوها جدا جدا، وهستنى الحلقه تنزل وهنستنى الجزء الثاني علشان احنا لسه عندنا اسئله كتير عن الحلقه وعن التوبيك ده ما بيخلص بالظبط. فاحنا عايزين في بارت 2 للحلقه دي، هنتكلم برضو تاني عن CFA، وهنتكلم عن الكورسز بقى في الفاينانس عامه، ايه هي، ناخدها فين، ايه الاماكن اللي بتديها، ناخد ايه قبل ايه، مدتها قد ايه، كل الديتيلز دي. وهيبقى معانا برضو كو هوست من يوث اون فاير تيم. انا سعيده جدا جدا بالحلقه دي، فخوره بيكم قوي قوي قوي. يعني احنا اسعد كده حقيقي اكتر بحضرتك. الله يخليك، عارفه انا بحبك ازاي يا حبيبتي، ربنا يخليكم يا رب. ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات يوث اون فاير بودكاست طلاب كليه الاعمال جامعه اسكندريه، وانا آلاء جامع. سلام.